السلام عليكم. النهارده هشرح كين بكل تفاصيله لان ده السؤال اللي بيتسألي يوميا لما اجي العب بكين. امتى تتحول بلو، امتى تتحول ريد، ازاي يجيلك البلو الاول وازاي يجيلك الريد، وايه الفرق بين ده وده. هشرح لكم كل حاجه دلوقتي. نبدأ الاول بالابيلتيز بتاع الكين العاديه، نشرحها بسرعه. اول حاجه الكيو بتعمل دامجين وانت رايح، ولما بتيجي بتلف بالسلاح. تاني حاجة الدبليو، هي ان انت بتعمل دامج لكل رينج، اي حد في الرينج بتاع الدبليو. الاي بتاعتك بتعدي من الحيطة لمدة، تاخد موف سبيد لمدة 7 ثواني، بس لو نزلت بره الحيطة لمدة ثانيتين بتتلغي. اما لو انت استخدمتها وانت مش في حيطة اصلا بتسرعك بس لمدة ثانيتين بس. يعني انا دلوقتي استخدمها ببقى سريع لمدة ثانيتين. ممكن كمان تنزل من الحيطة وتكمل، بس ما ينفعش تنزل تقف في الحيطة تقف بره الحيطة لمدة ثانيتين. يعني لازم تنزل وتخش على طول عشان تفضل مكمل السبع ثواني معاك. تمام. الار بتاعتك هي ان انت اي شامبيون دمجت فيه في اخر 3 ثواني تقدر تدوس عليه ار، بس لازم يكون في الرينج ده ولازم تكون انت دمجت فيه حتى لو دوست على السمايل. الار بتختلف بين الريد والبلو. لو انت بتلعب الداركن الرينج بتاعها بيقل، لو بتلعب بلو الرينج بتاعها بيزيد. آه خلينا بقى نشرح ازاي تجيب الريد وازاي تجيب البلو. انا دلوقتي في الجيم مثلا ضد ماندو وبروم، ودول بيضربوا من قريب. دول لو انا ضربت فيهم ببدأ اجمع الريد والبلو. ازاي اعرف ان انا جمعت الريد او البلو الاول او ايه اللي هيجيلي؟ شايفين الدايرة اللي هي فوق صورتي دي؟ الدايرة دي هتلاقيها بتكمل طول ما انت بتضرب في الشامبيونات اللي ضدك. لما بتضرب في الشامبيونات اللي بتضرب من قريب تبدأ تجمع ريد. واما الشامبيونات اللي بتضرب من بعيد زي ارجوت وسيرافين وسمولدر ومعظم الادسات، دول بيخلوك تجمع البلو الاول اللي هو الاساسن. فانت على حسب ما انت عايز تتحول بتبدأ تلعب الفايتات بتاعتك في اول الجيم عشان يجيلك التحول بدري. لان كل ما بيتحول بدري كل ما الجيم بيبقى احسن ليك، عشان انت بتكون ضعيف قبل التحول. فانا دلوقتي مثلا شايفين دول مثلا شامبيونات اهي، كل الاتنين بيضربوا من قريب، فانا كل ما بضرب فيهم هتلاقي في نقط كده حمراء بتقع على الارض. شايفين النقط الحمراء دي بتبدأ تتجمع لي؟ شايفين الدايرة اللي هي فوق اسمي بدأت تبقى حمراء اهي. اما لو ضربت بقى في الشامبيونات تضرب من بعيد هتبدأ العكس، هتلاقي النقط اللي بتقع هتلاقيها زرقاء وبيجي لك الزرقاء. طب انا دلوقتي اهو شايفين جالي الريد والبلو لسه في قدامه 4 دقايق. يعني انت ينفع تحول الاتنين في كل جيم عادي، بس هي الفكره اللي بيجي لك الاول على حسب ما انت بتختار تبدا تفايت. انا دلوقتي خلاص فاضل لي 4 دقايق، بس انا مش عايز اتحول ريد، انا عايز اتحول بلو. هستنى ال4 دقايق، بس ممكن اقلل ال4 دقايق دول لو انا فضلت افايت الشامبيونات اللي هي بتضرب من بعيد. يعني أنا دلوقتي هضرب في اللي بتضرب من بعيد اهو. تمام. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ال3 دقايق دول بيقلوا، بقى 3 دقايق بعد ما كانوا 4 دقايق. دلوقتي انا خلاص هوصل البيز وهتحول ريد. ما ينفعش تحول غير لما توصل البيز. وتبدأ تدوس هنا او على البلو. لو عايز البلو بتستناه، لو عايز الريد بتحول الاول. تمام. انا دلوقتي هتحول ريد. تمام. ايه بقى الفرق بين الريد والبلو؟ ده ليه بازف وده ليه بازف، ده سكيلاته مختلفة وده سكيلاته مختلفة. نبدأ بالريد. هو البازف بتاعه ان انت بتسحب نسبة هيل، بتبدأ بنسبة 25% وبتزيد على حسب الدمج بتاعك وعلى حسب الجيم. تمام. يعني مثلا لو انت عملت 1000 دامج بتسحب 250 هيل او اكتر. الكيو بتاعتك بتعمل داش، برضه بتدمج في حاجتين. الدبي بقى هنا بتختلف عن الدبي بتاعت العادي وكمان الدبي بتاعت الاساسن. الدبي بتاعتك بتعمل نوك اب لمدة ثانية. الاي بتاعتك برضه هي بتعدي من الحيطة وبتقعد 7 ثواني، ولو وقفت بره بتقعد ثانيتين. هي مفيش فرق. الار بتاعتك لما بتضرب في الشامبيون الرينج بتاعها زي ما انتم شايفين اهو، ما ينفعش اعمل ار على حد. شايف كل اللي انا ضربت فيه في بيني وبينه سهم كده، ده اللي ينفع تدوس عليه ار. لكن اللي انت ما ضربتش فيه هتلاقي خلاص طول ما انت ما ضربتش في حد خلاص. طب لو ضربت في التلاتة تقدر تحدد انت عايز تطلع ار على مين فيهم. انا دلوقتي مثلا حد على ده لازم اخش عنده رينج، يعني لازم يكون في الرينج بتاعي، فبدوس ار عليه وانزل. الار بتعمل ايه بقى بتاعت الريكن؟ هي بتعمل دامج برضه وبتسحب نسبة هيل. يعني اللي قدامك ده انت بتستعمل دامج على حسب الاتش بي اللي قدامك. يعني كل ما الهيل بتاعه يبقى اعلى كل ما انت هتعمل دامج اعلى وهتهيل طبعا اعلى، لان هو ريكن بيهيل على حسب الدامج اللي انت بتعمله. فانت اللي قدامك كل ما الهيل بتاعه يبقى اعلى كل ما انت هتهيل اكتر. يعني انت خلي الار بتاعتك للتنكات افضل، لان لو ماندو مثلا اتش بي 10000 انت ممكن الار بتاعتك تعمل 3000 او اعلى، على حسب الدمج بتاعك وعلى حسب الفايت يعني. وبتسحب هي العالي. يعني انت ممكن تبقى 0 اتش بي تبدا تدوس ار ترجع فول اتش بي. يعني ما تدوس الار وانت فول اتش بي ابدا، الا بقى في حالات معينه. مثلا لو انت خلاص يعني انت مثلا تحت الطوارئ وعايز تضرب ار، كده كده انت ضامن ان الار هتجيب الكلايه فاستخدمها لان هي اللي هتنقذك. لكن في العادي انت في ايدك انت تدوس ار متاخر، ما تدوسهاش بدري، خليك متاخر. لان انت حرفيا ممكن ترجع فول اتش بي بعد ما كنت 0 اتش بي. دي بالنسبه للريك.
دلوقتي انا اتحولت بلو. الفرق بين البلو اللي هو الاساسا والريد اللي هو الداركن فرق شاسع طبعا. خلينا نشرح البازف. اول حاجه هو البازف ان انت اول ما تيجي تبدا الفايت اول 3 ثواني الدمج بتاعك بيزيد من نسبه 20 ل 40% على حسب الدمج بتاعك. يعني انا اول ما بظهر تلاقي الدمج زايد لمده 3 ثواني. تمام. ولما بتبعد لمده 8 ثواني وترجع تاني، يعني الكول داون بتاع 8 ثواني، لما بتخرج بره الفايت وتيجي تخش تاني بعد 8 ثواني يبدا البازف ده يتعاد تاني. فانت اخطف واجري وارجع تاني الفايت بعد 8 ثواني هتلاقي الدمج يبدا يزيد. نيجي للكيو، هي برضو بتعمل نفس الداش، مفيش فرق، بتعمل دامج. الدبي بتاعتك بقى هنا مختلفة عن الريد ومختلفة عن كين العادي. ليه؟ لأن أنت تقدر تضرب دبي وأنت بتتحرك، مش زي ريد كين أنت بتقف وتضرب وبتعمل نوك أب. لا، أنت هنا ما بتعملش نوك أب، أنت هنا بتعمل سلو بس تقدر تضربه وأنت بتتحرك، فسريع شوية. نيجي بقى للإي. الإي هنا بقى أساسا الموف سبيد بيبقى أعلى، وكمان الكول داون بتاعي بيبقى أقل، فحركته أسهل. كبلوكين البلوكين حركته أسهل لأن الإي بترجع لك بسرعة عن الريد كين. الار بتاعتك بتستخدمها نفس الاستخدام، بتعمل دامج بس يبقى ايه، تقدر تستخدمها من بعيد. اما بيكين تستخدمها من قريب. الخلاصة زي ما قلنا، بلوكين تجيبه لو انت مثلا مفيش غير تانك واحد او مفيش تانكات، يعني افضل حل ان هو مفيش تانكات. الفرق بين الريد والبلو، الريد تقيل شوية في حركته بس يقدر يطول في الفايت ويعني احسن بكتير جدا من البلوكين. بس مشكلته ان هو بيتكايت. يعني ايه بيتكايت؟ يعني انت لو قصادك شامبيونات كتير بتضرب من بعيد وانت بيكين، انت هيبقى صعب الوصول ليهم، خصوصا بقى لو بيستنوا او بيعملوا سلو، فمش تقدر توصل لهم بسرعه، وفي نفس الوقت مش تعمل الدمج اللي هو السريع اللي هو بروست دامج زي الاساسن بتاع كين. تمام. فده الفرق بينهم. انا دلوقتي لو حاسس ان انا هطول في الفايت واللي قصادي مش هيموتوا بسهوله هبدا اتحول ريد، وهيكون افضل ان انا اتحول ريد. لكن لو اللي قدامي كلهم سكويشي شامبيونات ما بتموت بسهوله وبيضربوا من بعيد، فانا مش هتحول ريد، هيبقى صعب. اللي هيبقى العكس بقى هو البلو الاساسا. دلوقتي انا لو بلو اساسا هبدا اوصل لهم بسهوله وادمج فيهم دامج عالي، واقدر اخطف واهرب واجي تاني اكمل فايت، وتقدر حرفيا تكاري لو لعبت بطريقه صح. لو انت بتلعب ريد كين هتجيب الرونس اللي هي الكونكر اللي انا شرحتها قبل كده في فيديو بتاع فيجو. اما الدارك هارفست بتجيبها لو انت هتلعب اساسا. الدارك هارفست هي عشان في ناس كتير بتسالني ايه هي الدارك هارفست، ان انت التارجت اللي قدامك اي حد بيجي اتش بي و50%، زي ما انت شايف بيبقى فيه علامه حمراء كده. لما بتيجي تضرب اوتو اتاك او اي حاجه وهو 50% على اي حد تبدا تعمل استكات. بص كانك خدت كده، حدفته بقنبله وخدتها. الضربة دي بتيجي ببونص دامج، الدامج بتاعها بيكون أعلى، وكمان بتعمل استكات عشان لما تيجي بعد كده برضو الدمج في حد اتش بي 50% الدمج يبقى أعلى كمان. فأنت أي حد اتش بي بينزل 50% بتبدأ تعمل فيه دامج عالي، وكمان بتعد استكات عشان بعد كده الدمج يبقى أعلى. ده بالنسبة للدارك هارفست بتاعة البلوكين. أما لو ريد كونكر. تمام. نيجي للأيتم، وركزوا بقى في الأيتم لأن إيه هشرحها سريعا يعني عشان الفيديو ما يطولش. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا فولو وتتابعوني وتكتبوا لي كومنت عايزيني اشرح مين الفيديو الجاي. تمام. بتجيب الريد سمايت، يعني انت في الحالتين بتجيب الريد سمايت، لان الريد سمايت هبقى اشرح فيديو تاني هشرح لكم الفرق بين الثلاثه ايتم بتوع الجنجل. خلينا نشرح ايتمات ريد كين الاول. اول حاجه بتجيبها بريد كين اللي هو الداركن اللي هي الفولتايك، دي بتديك دامج وكول داون ولسالتي. وكمان البازف بتاعها ليها بازفين، اول بازف ان هي بتخلي لك اي داش او اي حاجه بتبقى اسرع. تمام. وكمان اول اوتو اتاك بتعملها على انما بتيجي بدمج عالي وبتعمل لهم سلو لمده ثانيه الا ربع بنسبه 99%. سلو جامد قوي بس ثانيه الا ربع. وده طبعا مفيد ان انت لما تخش على الانما هتديله اوتو اتاك فتقدر تجيب الكومبو بتاعك بسهوله بعد الاوتو اتاك. تمام. تاني حاجه بتجيبها اللي هي البلاك كليفر. بعد كده لو لقيت نفسك انت الجزمه طبعا بتكون ماجيك ريزيست في معظم الاوقات عشان لو في استنات، اما لو مفيش استنات وفي اتاكات دامج هتجيب الارم. بس في معظم الاوقات خليك في الماجيك ريزيست لو انت بتلعب بالكين. تالت حاجة هي اللي انت لو لقيت نفسك بتموت بسرعة هتجيب الديستانس. طب لو لقيت الجيم مثلا مش بتموت بسرعة وان انت محتاج مثلا هيل ودامج فتبدأ تجيب السبيب شوشن، وبعد كده تجيب الديستانس. تمام. اخر ايتم هي على حسب الجيم. على حسب الجيم يعني ايه؟ يعني لو في ماجيك دامج كتير اللي هم الميج هتبدأ تجيب السيربنتس فانج، او ممكن تجيب الاكليبس. لو ممكن تجيبها بدري في حالة واحدة ان انت لو في مثلا شامبيون بيموتك بسهولة، فده الشيلد بتاعه بيخليك يعني بيساعد في الايفلي وكمان بيزود الدمج. تمام. نشرح بقى الايتمات في السريع. الفولتايك شرحتها. نشرح بقى البلاك كليفر. البلاك كليفر هو ان انت بتقلل الارمر اللي قدامك كل ما بتضرب فيه. كل ما بتضرب فيه بتقلله، بتوصل لنسبة 30%. يعني الارمر بتاعه انت بتشيل منه نسبة 30%. يعني فايدته ان هو بس مش بيقلله الارمر ليك انت، لا للتيم بتاعك كمان. يعني طول ما انت بتضرب في الانمي
كل التيم بتاعك هيضرب فيه هيبقى هيضربه بالارمر بتاعه اقل، يعني الارمر بتاعه يكون قليل 30%، فالتيم بتاعك كمان دامج عالي فيه. تمام، ده بالنسبه للبلاك ريفر. نيجي للسبير شوجن، ودي ايتم مهمه وناس كتير بتسأل عليها. السبير شوجن دي يعني كل سكيلة بتضربها بتخلي لك السكيلة اللي بعدها اقوى. يعني هي دلوقتي معلهاش استكات. خلينا دلوقتي مثلا نيجي هنا هشرح لكم بالتفصيل. انا دلوقتي كل ما هضرب سكيل هتلاقيها بقت عليها استكاية. هضرب سكيلة كمان بقوا اتنين. بصوا الكيو بتزيد الدمج بتاعها، مثلا خلينا نبعد. هتبعد 6 ثواني هتلاقي الاستكات نزل صفر. الكيو بتاعتك من غير السبير شوجن 425. الكيو اللي بعدها 460. الكيو اللي بعدها 476. الكيو اللي بعدها 490. ده اعلى دمج ممكن توصل له، لان هي اخرها 4 استكات. فانت طول ما انت بالدمج بص الدمج بيزيد. كمان عشان معايا الكونكر، فانا كده بص الدمج بتاعي وصل لكام؟ 503. ده اعلى حاجه ممكن توصل لها 503 كيو اهي. تمام. طب انا دلوقتي لو بعدت بقى الفايت هتلاقيها بترجع صفر تاني. ده السبير شوجن. يعني دلوقتي لما اجي اضرب اول كيو 425 يرجع زي الاول. اي سكيل بقى، يعني اي شامبيون بتستخدم بيه سكيلات كتير تجيب له السبير شوجن، اللي هو الفايترات يعني. نشرح بقى الديس دانس هي ان انت لما بتتضرب من الانمي بتشيل نسبة 30%. بص، وال 30% دول بيتدمجوا برضه، شايف دمك بيبدأ ينقص. طب ليه اجيبها بريكين وانا كده كده هاخد الدمج، او اجيبها باي حد عامه وانا اخد الدمج؟ ما كده كده الدمج هيجيلي. لا، ما هو في هنا فايده ان انت اي شامبيون مع لايف ستيل او شيلدات، فانت الهيل ده انت يعني انت كده بتشيل 30%، وال 30% دول ممكن تاخد بيهم شيلد او هيل. غير ان انت لو جبت كلايه في اخر يعني لو جبت كلايه انت بتشيل الدمج اللي بيجي لك ده. يعني دلوقتي مثلا بتضرب اهو. تمام، بصوا في دمج بيقل. استنوا اوريكم بالتفصيل. يا عم خد من الترميم. يعني دلوقتي انا هضرب فيه جبت كلاية خلاص، انا مش هاخد 30% تاني. ده بالنسبة للديستانس. نيجي للاكليبس، وهي ان انت لما بتضرب حاجتين، يعني دلوقتي كيو مع اوتو اتاك هتبدأ تديك شيلد وبتعمل بونس دامج. يعني تضرب حاجتين كل داون بتاعها 6 ثواني، كل 6 ثواني تقدر تعمل اللي انا بعمله ده. لو كيو مع اوتو اتاك تاخد شيلد. ماشي. بس كده، هي دي البيلد بتاعت كين. الايتم بقى اللي انا قلت لكم بديلها اللي هي السيربنتس فانج ديت، السبيد فيساج قصدي. دي بتديكوا ماجيك ريزيست وهيل وكول داون وبيس هيلز ريجن، اللي هو بتخلي لك الهيل بتاعك يزيد لو انت اتش بي قليل. وليها بازف مهم قوي بريك كين، اللي هي بتكوي لك اي هيل او شيلد انت بتعمله بنسبه 25%. يعني شوف بقى، انت اي حاجه بتعملها بريك كين انت بتهيل بيها، تخيل بقى لما تزود الهيل ده كمان 25%، فهتهيل بطريقه غبيه قوي. فالايتم دي مهمه بس لما يكون قصادك ماجيك دامج. تمام. نيجي بقى للبلوكين، هو ان انت اول ايتم تبدا بيها الهابرس. تمام، وبعد كده بتبدا فولتايك. لو انت حابب الايتم دي انت تجيبها لو انت بتعرف تستخدمها كويس، اللي هو اي حد بتخش عليه تديله اول اوتو اتاك. في ناس كتير ما بتجيش بلوكين بس انا بحبها جدا الايتم دي وارجحها لكم جدا. تمام. وخليني اشرح لكم برضو الايتمات كلها. تالت ايتم بتجيبها اللي هي الاوبورتونيتي. بعد كده بتجيب اللي هي الجراج. واخر ايتم ممكن تجيب الايدج اوف نايت. والجزمه بتكون كول داون. نشرح بقى الايتمات. اول حاجه الهابس، لان دي فيها حوارات ومهمه قوي ان انت تعرفها، لان دي بتخلي لك الدمج بتاعك رهيب في الليج جيم. اولا لو انت هتلعب ببيلد فيها هابس لازم تجيبها اول ايتم، لان هي بتستاك. الهابس ايه لازمتها؟ خليني اشرح لك كده بسرعه. ان هي اول ما بتجيب كلايه بتزود لك الدمج بتاعك 15 دمج. تمام. ال 15 دمج دول بيقعدوا معاك 90 ثانيه. لو مت او ال 90 ثانيه عدوا انت كده خلاص الدمج بيتشال، بيرجع لك تاني الدمج لما بتبدأ تجيب كلاية تاني. تمام. الدمج ده امتى بيزيد وبيوصل ل 60 و70 و80؟ كل ما بتجيب كلاية كل ما الدمج ده بيزيد 2. يعني انا دلوقتي مثلا اخش اجيب كلاية انا مش هزيد 15 دمج، انا هزيد 17. تمام. بقوا 17. طب لو مت هيبقى زيرو. لما ارجع اجيب كلاية هيبدأ من من الاستكات اللي انا عاملها. دلوقتي انا ايه؟ هجيب كلاية تانية بقى 19. تمام. طب دلوقتي لو الاستكات خلصت، يعني دلوقتي مثلا خلينا نلغي الاستكات. دلوقتي شايفين الكلمة اللي تحت خالص دي اللي انا عملت ستاكتين؟ تمام، انا كده عامل ستاكتين. طب انا دلوقتي معيش ستاكات، انا عامل ستاكتين بس مفيش دامج، انا مش واخد دامج من الايتم، مش مكتوب عليه اي دامج لان انا مت. تمام. او عدى 90 ثانية، فلما اجي اجيب بقى مش هزيد 15، لا انا هزيد 21. كل كلاية بتجيبها كل استكاية بتجيبها بتبدأ تزود 2. يعني في اخر الجيم لو انت جايب 10 كيل و15 اسيست، 25 في 2 ب 50. 50 على 15 زود عليهم 15 هتاخد 65 دامج
منها هيفضلوا معاك طول الفايت، وكل ما بتجيب كلاية بتجدد 90 ثانية. الايتم دي مهمة جدا جدا جدا، لو هتلعب بيها تجيبها اول ايتم عشان تبدأ تعد بيها ستاكات. تاني حاجة الفولتايك هي اول اوتو اتاك بتبدأ تعملها على الانمي، بتعمل لهم سلو، بتيجي بكريتيكال دامج. بص الدامج جاب بونس دامج، إيه؟ هو مات ليه؟ جاب بونس دامج وعملت له سلو بنسبة 99%، سلو جامد قوي بس لمدة ثانية الا ربع. تمام. الاوبورتينيتي هي ان انت لو جبت كلاية، بعد ما تجيب الكلاية بتبقى سريع لمدة ثانية ونص، تاخد موف سبيد لمدة ثانية ونص. الجراج دي فيها ارم بنتريشن لو قصادك تنكات، وفيها اتاك دامج وكل داون. البازف بتاعها ان هو اي حد قدامك اتش بي هو بيجي 50%. يعني مثلا خلينا نجرب في دي، اي سكيل دلوقتي انا هعملها هياخد سلو، اي دامج بتعمله بياخد سلو، بس لازم اتش بي يكون 50% او اقل تعمل له سلو. الايدج اوف نايت هي ان هي بيبقى عليك اللي هو السبيل شيلد ده، بتعمل بلوك الاول ابيليتي بتيجي فيك. يعني مثلا لو قصادك كيو مورجانا لو جت فيك هتتصد، قصادك اش مثلا لو جت فيك هتتصد مش هتاثر فيك، اول سكيل بتيجي فيك بتتشال. تمام. فالشيلد بتاعها مفيد جدا. بس كده، ده بالنسبه للبلوكين. ولو عجبكم الشرح برضه ما تنسوش تعملوا فولو وتكتبوا لي كومنت تشجعوني فيه، او تقولوا لي مثلا عايزين نشرح لكم ايه الفيديو الجاي. وبفتح ستريم يوميا من الساعة 10 بالليل لحد الصبح. تويتش وتيك توك، الاسم على الشاشة اهو، فارس جيمنج 500. وشكرا.